السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى محشي كده يدفينا. هنعمله بطريقة سهلة وجميلة وإن شاء الله يعجبكم. ونقول إعجابكم. عايزة اللي مدخلش معايا القناة النهاردة يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم وتكون سهلة عليكم. هنعمل مع بعض لفة ورق العنب بردك سهلة وجميلة. هنا انا قسمت الحلة، قلت ايه بدل ما اعمل كل واحد في حلة قسمتهم في نفس الحلة. هنا عندي كرنب مسلوق، وعندي هنا شبت وبقدونس وكزبرة متقطعين، وعندي طماطم وبصل. هنبدأ نضرب الأول البصل في الكبة. يلا بينا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. استغفروا الله. حوقلوا يا جماعة لعلها تكون المنجية. عايزين كده طول ما احنا قاعدين واقفين في المطبخ نقول الأذكار علشان خاطر ايه يعني، لعل وعسى تكون لنا شفيع يوم القيامة. هنا انا ضربت البصل وخلصته، هبدأ اضرب في نفس الكبة الطماطم. وطبعا لو ما عندكيش كبة بالمبشرة يعني، الموضوع مش لازم فيه كبة، بس هي الكبة طالما موجودة بتسهل علينا. طبعا انا قلت لكم قبل كده نوع الكبة دي بصراحة يعني شغال معايا ما شاء الله، الله اكبر. كويسة جدا، فاللي هيجيبها مش هيندم. خلاص انا كده كمان خلصت الطماطم. هنبدأ بقى نحط عليها التوابل بتاعتها، بس نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. هنحط ملح، فلفل اسود، طبعا في ناس بتحط على المحشي كمون، انا ضد ده، ما بحبوش، معرفش ازاي بيحطوا كمون. هنا زنجبيل او جنزبيل حسب كل بلد ما بتقال. انا عندي بصل بودر، احط توم بودر، وبقى شوية نعناع ده اساسي. وعندي هنا مرقة، دي طبعا مرقة دي اختياري. النعناع ده طبعا مش اختياري، ده بيبقى حاجة تحفة لأي محشي. والخلطة دي تعملي بيها أي محشي إن كان عزبان، أي محشي. طبعا زي ما عودتكم كل مرة بعمل ايه، باخد حبة واشيلهم في كيس لوقت انتي عايزة تعملي محشي، وتكوني مش مستعدة ان انتي تعملي التحبيشة دي، بتطلعي الكيسة بتفك وبتحشي بيها، بتحطي عليها الرز وتحشي على طول. لازم في كل مرة بعمل فيها خلطة لازم بشيل كيس كيسين، يعني بكتر في الكمية وتبقى معايا موجودة. حطها في الفريزر على طول واطلعها وقت العوزة. عندك عزومة عايزة بسرعة يعني كده، يعني زي ما انتوا شايفين كده حاجة بتبقى سريعة كده وما تعملكيش مجهود. طبعا الرز ده انا غسلاه. هنبدأ نخلطه في الطماطم. هنبدأ نحشي مع بعض الأول ورق العنب. تعالوا مع بعض أقول لكم طريقة تخلي ورق العنب بتاعك ما يفكش في في السوا. زي ما انتم شايفين كده اهي الورقة طلعت ملفوفة جميلة. هنعمل مع بعض واحدة تانية، هنفردها كده، نحط طبعا الورقة التخينة من فوق اللي هي بيبقى فيها كده خطوط. هنبدأ كده نجيبها من الجنب من الجنب ده، ونبدأ نشد بالسكينة في كيسة نايلون عادي خالص. هنبدأ نعمل واحدة تانية زي ما انتم شايفين كده، سهلة جدا ويعني بتنجز معاكي لو انت ما عندكيش لفافة. وطبعا هنا ورق الكرنب هي مجرد بس انا بقطع ورق صغير، مش بقطعه كبير، وما بتنوش من الجناب ولا حاجة. على طول الورقة بلفها كده زي ما انتم شايفين كده. انا بحطها في حلة كده مؤقتا عبال ما ارصهم جنب بعض. لفة الكرنب سهلة جدا، واقدر اقطع الكرنب زي ما انا عايزاه، حباه كبير بقطعه كبير، حباه صغير حسب ما انتي تحبي او متعودة.
خلاص خلصنا الكرنب كده، هروح ارصه بقى في الحلة اهو. انا رصيت ده جنب وده جنب، وهنبدأ بقى نحط عليه شوربة ونرفعه على النار لغاية ما يستوي. انا هنا خلاص معايا، كان عندي بقى فلفلتين كده باقيين شوية رز كده، كان عندي فلفلتين في التلاجة حشيتهم بيها عشان اكمل كده الطعم. وبص الفلفل طالع جميل ازاي يعني. عايزة بقى اللي شاف الفيديو وعجبه يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، وعايزة دعم للقناة. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالهنا والشفا.